لو انت سواق الاتوبيس وطالع رحله من القاهره لاسكندريه، في المحطه الاولى، قبل ما اتكلم عن المحطه الاولى اقف معايا بقى لحظه وهات ورقه وقلم واكتب كل المحطات واكتب كل الارقام عشان هقولها مره واحده وعشان تعرف تحسبها كويس. في المحطه الاولى ركب معاك 7، في المحطه الثانيه ركب 3 ونزل 1، في المحطه الثالثه ركب 5 ونزل 4، في المحطة الرابعة ركب معاك 11 ومحدش نزل. والسؤال دلوقتي، سواق الأتوبيس عنده كام سنة؟ لا، ده سؤال غير منطقي، ده سؤال مش منطقي خالص. لا، هو سؤال منطقي. ليه بقى؟ لأني أول ما كلمتك قلت لك لو أنت سواق الأتوبيس، معنى كده لو أنت عندك 15 سنة يبقى سواق الأتوبيس سنه 15 سنة، ولو أنت عندك 20 سنة يبقى سواق الأتوبيس عنده 20 سنة. السؤال منطقي جدا لكن خارج الصندوق. يعني إيه خارج الصندوق؟ الفكرة يا جماعة إن في الأول قلت لك لو أنت سواق الأتوبيس وبعدين خدتك في صندوق تاني، صندوق الأرقام والحسابات، عشان تقعد تحسب وتطرح وتجمع وتفضل في الصندوق ده، وأما أطرح عليك سؤال مفاجئ وأقول لك سواق الأتوبيس عنده كام سنة ترتبك وتقول مش عارف. هي مش معضلة، الموضوع مش صعب، لكن مش في الصندوق بتاعك، ده بره الصندوق، بره صندوق الحسابات، بره صندوق الجمع والطرح. وهي دي فكرة التفكير خارج الصندوق. يا جماعة في ناس في الحياة ما بتفكرش أو ما بتستخدمش في حياتها كلها غير 3 صناديق: البيت، الشغل، الجامعة، أو البيت، المدرسة، الشغل، وهكذا. أو ممكن يكون صندوق واحد، ممكن يكون في البيت وبس. صندوق البيت هو ده صندوق خبراتك، هو ده المخزون المعرفي بالنسبة لك. وبالتالي إذا جالك موضوع أو قضية أو مشكلة في الصندوق بتاعك، في مجال خبرتك، في مخزونك المعرفي، هتقدر تتكلم فيها وتقدر تحلها. لكن لو المشكلة دي خارج معرفتك هتقف مربوك وتقول أنا مش عارف، وكأنها نهاية العالم. الموضوع مش صعب، الموضوع مش معضلة، القصة إن الحل خارج الصندوق. إذن فكل واحد فينا علشان يقدر يتعامل مع هذه المشكلة أو هذه المسألة بيسر عنده حاجتين. نمرة 1، أي واحد جاله موضوع أو حصل له مشكلة خارج ثقافته أو خارج معرفته، المفروض يعمل حاجة من 2: إما إن هو يعرف إن الموضوع ده له حل واللغز ده له حل، ولكن مش في إطارك المعرفي، فتخرج بره الصندوق وتبدأ تفكر فيه بطريقة مختلفة أو طريقة إبداعية، أو تسأل شخص متخصص في هذا المجال، لأن الموضوع والحل مش في مجالك أنت. هذه واحدة. الأمر الثاني، وعشان المستقبل، إنك تحاول تكتر الصناديق بتاعتك. يعني إيه تكتر الصناديق بتاعتك؟ يعني تكتر مجال المعرفة بتاعك بإنك تقرأ كتب كتير في مجالات مختلفة، بإنك تتعرف على ناس كتير متخصصين في حاجات مختلفة، أعمارهم مختلفة، ثقافتهم مختلفة، إنك تلعب ألعاب مختلفة، العب هوايات مختلفة، هتزود المعارف بتاعتك وهيبقى الصناديق بتاعتك كتيرة. سافر بلاد مختلفة، اعرف ثقافات دول مختلفة والناس اللي فيها بيتعاملوا ازاي، اتعرف على ناس مختلفين وتواصل مع ثقافات واشخاص مختلفين، اعرف لغات مختلفة، وهكذا. بكل هذه الطرق هتقدر تزود رصيدك المعرفي وخبراتك، وبالتالي هتزود الصناديق بتاعتك، واي موضوع يعرض عليك هتعرف تحله داخل الصندوق، لانك فهمت فلسفة التفكير خارج الصندوق.